الحقيقة إن الفجالة كان اسمها زمان الطبالة. أيوة برضه، يعني إيه علاقة الفجل والطبل بالكتب؟ اتقل تاخد حاجة نظيفة. تعالوا نعرف حكاية الطبالة الأول. القصة بترجع للقرن ال11 الميلادي، بحدوث خلاف بين الخليفة الفاطمي المستنصر بالله في القاهرة والخليفة العباسي القائم بأمر الله في بغداد. وده لأن الدولة الفاطمية هي دولة إسلامية بس مذهبها شيعي، والدولة العباسية دولة سنية. والدولة العباسية كمان كانت بتمر بفترة ضعف، والمستنصر بالله كان عنده تطلع إن هو يسيطر على بغداد ويوسع حدود الدولة الفاطمية، فدخل في معركة ضد جيش الخليفة العباسي وانتصر فيها، وكمان وصل لبغداد عاصمة الدولة العباسية. بس الموضوع ده ما استمرش كتير، لأن دولة السلاجقة جت من وسط آسيا بقيادة طغرل بك، وقدموا دعمهم للخليفة العباسي وساعدوه إن هو يرجع بغداد تاني. المهم إن مع الانتصار في المعركة ورجوع المستنصر بالله لمصر، بدأت مطربة الخليفة الفاطمي تعمل حفلات وتغني، وكان المستنصر بالله معجب بالأغاني دي جدا، فادها المنطقة دي هدية. تخيل إن منطقة كاملة من أهم مناطق القاهرة يديها هدية لواحدة لمجرد بس إنه كان معجب بأغانيها. يلا حلاوة الانتصار. فالمنطقة دي اتسمت الطبالة، ودي معناها المرأة التي تدق على الطبول.